اهلا بكم معانا وحلقه جديده وسينما اخرى، سينما مختلفه. الافلام القصيره دايما بتكون بطل حاضر بابداعات اصحابها. كتير من الافكار بتبقى موجوده في مده قصيره بيتم عرضها في امكانيات بتكون محدوده، لكن دايما بيكون الاهم الفكره وظهور المخرجين ان هم يقدروا يظهروا للنور باعمالهم المختلفه. النهارده معانا دعوه فرح وامل غائب، اتنين من الافلام القصيره هتبقى موجوده معانا النهارده في سينما اخرى. خليكم متابعين. فيلم أمل غائب روائي قصير مدته 9 دقائق، بطولة لبنى ونس، كريم نبيل، فادي رؤوف، نور سعيد، مدير التصوير محمد حمزون، سيناريو وإخراج عمر عزيز. تدور أحداث الفيلم حول سيدة مسنة تعاني من مرض مزمن، ويسعى ابنها الوحيد لتوفير الدواء لها في ظل أزمة نقص طاحنة يشهدها سوق الدواء في البلاد، لكن السيدة تموت قبل أن يصل الدواء الذي سعى الابن لتوفيره. فيلم أمل غائب ودعوة فرح، اتنين من الأفلام بإمضاء عمر عزيز، وهو ضيفي النهاردة مخرج هذه الأعمال. اسمحوا لي في البداية أرحب بالمخرج عمر عزيز. عمر، سعداء بوجودك معنا النهاردة. أنا أسعد والله. إزي حضرتك؟ الأخبار؟ الحمد لله. اتفرجت على الفيلمين والحقيقة عجبوني. شايفة مخرج، شايفة كادرات، شايفة أفكار، شايفة يعني عمق في التصور. هبدأ معاك في بداية الحدوتة بالنسبة لك في الأفلام القصيرة والدخول لهذا العالم، كان شغف من البدايات؟ كانت رغبة شديدة إنك تخش العالم ده؟ يعني للأسف من زمان قوي، يعني مثلا ممكن نقول من إعدادي مثلا. يعني الكلام ده داخل في رقم يعني 15 سنة على الأقل مثلا. كانت البداية أنا كنت بحب إن أنا أتفرج على أفلام كتير، يعتبر من صغري كمان، وخصوصا الأفلام اللي فيها قصة معينة أو كده، وبتبقى المخرجين كويسين. بس أنا ما كنتش وقتها طبعا أعرف مين المخرج الكويس ومين لأ. بس في مثلا الحدوتة دي عجباني، الحدوتة دي مش قوي كده يعني. فكانت البداية لما جربت كان يعتبر في أواخر ثانوي كده. جربت صورت حاجة صغيرة خالص بموبايل. ده لسه كانت إمكانيات الموبايلات كان غير لسه دلوقتي خالص يعني. فبس بعد كده دخلت كلية حقوق. أنا من المنصورة أصلا. دخلت في وقت شوية صعب، يعني دخلت تقريبا 2010 حاجة كده. ده بداية الأحداث السياسية والأجواء كلها اتغيرت تماما. فوقتها كان بدأت فيلم كده، كان أيام الانتخابات والكلام ده، فقلت أعمل حدوتة كده صغيرة. كانت حاجة كوميدية يعني في الجامعة. يمكن الفترة دي كانت ميزتها ان كانت الدنيا ماشية كده، فكنت اروح اصور عادي فعلا كان في امكانية للتصوير، يعني كان المواضيع يعني متاحة بشكل كبير. يعني هو بس عشان في توترات وكده، فما فيش حاجة لسه حاكمة حاجة يعني. فبس دي كانت تعتبر بداية. بس البداية الحقيقية كان فيلم اسمه ظلال خيالية، كان سنة 2015. الكلام ده بعد ما خلصت الكلية. ووقتها كنت قررت ان انا عايز ادرس السينما بشكل اكاديمي. فكان عندي اختيارين، يا اما اقدم في اكاديميه الفنون او ان انا اشوف مثلا اقدم بره او كده. وبالفعل انا قررت ان انا اقدم، بس كانت طبعا سكولرشيبس لان الدراسه طبعا بره غاليه جدا طبعا. واتقبلت في حاجه، بس للاسف ما توفقتش في المنحه، يعني كانت في جامعه الفنون بلندن. بس طبعا ما رحتش يعني، بس الحمد لله. بس بجانب ده بقى انا قعدت اشتغل على نفسي قد ما اقدر، قعدت اقرا. هل خدت ورش مثلا؟ في ورش كتير للاخراج. يعني هقول لك في الورش مين اكتر حد اتاثرت بيه او اكتر ورشه فادتك فعلا؟ لان عارفه في ورش كتير، وخصوصا لو انت مش قاهري الاقامه هيبقى بالنسبه لك موضوع الورشه وانك تيجي وتروح بياخد وقت كتير. ده حصل فعلا في سنه 2014. كان في الحمد لله ان انا لحقت دكتور سمير سيف الله يرحمه. هو اللي درس لي ورشه الاخراج في السينما. بجد يعني انا بحمد ربنا ان انا لحقت الاستاذ ده. خليني اساعدك. مش عايزه اتعبك. تعبك راحه. تسلم. بسم الله.
بالشفا. شكرا. تسلم يا حبيبي. لو اعرف بس ايه اللي مضايقك. هي نهى جايه امتى؟ كمان نص ساعة. تيجي بالسلامه ان شاء الله. نفسي افرح بيكم. عارف، ابوك اول ما شافني قال لي عايزه اتجوزك. الله يرحمه. الله يرحمه. وهبدأ بأمل غائب. أمل غائب في دقايق بتقدر ان انت توصل لنا حاجات كتيرة، ويمكن دلوقتي مشكلة آنية بس بتحصل وبتتكرر وممكن تتكرر لأي سبب يعني. بالظبط. ومعاك نجوم، معاك لبنى ونس. قولي الفكرة وظهورها للنور بدأت ازاي، وعدا الفيلم رقم كام يعني، لو انت بتهتم انك تقول ده الفيلم رقم كذا. فاكر أنا أمل مش عايز- غائب ولا كنت عملت بالفعل تجارب تانية قبليه؟ انا عامل قبل كده في دعوه فرح، بس هو لسه يعني ما اتعرضش حاليا. يعني احنا هنتكلم عنه، بس هو يعني بدأت بأمل غائب بس في الانتاج. دعوة فرح انتاجه قبل أمل غائب صح؟ بالظبط. اه بس فاحنا دلوقتي عندنا في دعوه فرح، في بروفا، في حادثه، في ظلال خياليه، في كتير. بس انا مش بعيد يعني. بس هو فعلا يعتبر البدايه الحقيقيه تعتبر من فيلم بروفا، لان ده كان اول سنه ليا في معهد السينما. اه وتابع احنا الدفعه اللي هي منحوسه شويه، لان الكورونا جت علينا على طول من اول ترم. في 2020 احنا دخلنا 2019، فخدنا البانديميك بقى من اوله كده، من اول الرحله كده. فالحمد لله فخدت سنة ونص تقريبا من الحضور في المعهد. في البيت بقى، انا قاعد في البيت مشغل التكييف وكل حاجه وقاعد هناك. بس في ناس كانت بتشوف ان البانديميك كان وشه كويس على حاجه واحده، ان بروفا اصحاب الافلام القصيره كان عندهم براح لانتاجها، لافكارهم، لان يصوروا في اماكن محدوده يعني ما فيش ازدحام. فساعتها عملت انت بقى فيلمك بروفا. بالظبط. يعني يعتبر كورونا هي اللي عملت بروفا لسبب بسيط، ان هو ما كانش في حد بيتحرك. وبالصدفه كان في صديق ليا اسمه عبد الباري سعد، وهو بطل الفيلم. هو احنا من المنصوره يعني، فهو في نفس السنه قدم في معهد فنون مسرحيه واتقبل. فهو قاعد في المنصوره وانا قاعد في مدينه جنبه اللي هي السنبلاوين وكده. طب ما يلا بينا تعالى، وتعالى في شقتي وكده، وهي فاضيه يعتبر. فانا في فكره عندي كنت عايز اعملها، كانت المفروض هاي برودكشن، فانا ظبطتها وكتبتها من اول وجديد وعملناها. بس كان مشروع سنه اولى يعني. ثانية واحدة. الو. تمام مفيش مشكلة. هي مش جايه؟ طول حصل لها ظرف. معلش، ربنا معاها. من النهارده بقى شبكتي تحت امرك، بيعها. لا طبعا. يا حبيبي انت داخل على جواز، فلوسها هتسندك. طول ما انت بخير انا كويس. انا بخير الحمد لله. نفسي افرح بيك واشوف عيالك. والحاضر. حاضر. يبقى من النهارده هي بتاعتك. دخلني بقى ارتاح شويه. امل غائب بقى الفكره والتريتمنت وصلت لك ازاي؟ هل دي فيها حاجه شخصيه، جزء شخصي، ولا دي كانت شوية. من الحال بدات تجي لك الفكره دي؟ طيب هو موضوع معقد شويه، لان انا في قصه كده. انا اللي خلاني اصلا اجي القاهره، انا جيت هنا انتظمت من 2018. انا كنت جيت هنا قبل كده 2014 عشان قصه تصل السينما. كان في تجربه مريره شويه اللي خلتني اخد القرار ده، ان والدتي كانت تعبت وتوفت. بس طبعا ما كانش عندنا نفس المشكله في الفيلم نهائي. مشكله بعيده يعني. تماما. بس الحاجه اثرت فيا. فجينا في الفتره اللي وانا بعمل الفيلم، بدات اسمع ان في مثلا، عشان طبعا الظروف مشاكل اللي احنا بنمر بيها حاليا، في ادويه كتير للاسف بدات تنقص لظروف ما. طب ماذا لو حد محتاج الدواء ده ضروري، وهو حاله مزمنه ولازم حالا، واتمنع عنه لاي سبب غصب عنه؟ فهو كان السؤال هنا. فمن هنا جت فكره امل غائب. قول لي الكتابه والمشاركه في الكتابه كانت ازاي في وضع امل غائب؟ هو انا اللي كاتب الفيلم. هو كان في محاوله كده مع حد الاول، بس يعني ما عرفناش نتوافق. يعني ما ده اللي كان بقى، انا عارفه ان انت اللي كاتبه، بس فكره كان ده يعني فرض عليك، ولا انت كنت حابب من الاول ان الفكره كانت جايه من عندك؟ انا كنت عايز اعمل سنه اولى، ده اللي كان هيبقى بدل بروفا. بس طبعا البانديميك زي ما قلت لحضرتك هو اللي غير الظروف. يعني. فكتبته بقى وما استعنتش بحد، بقت سينما مؤلف هنا في امل غائب. قصتك وسيناريو واخراجك. بالظبط. فهنا انا
سبت نفسي يعني انا حاكم نفسي طبعا بظروف معينه، لان احنا تيم وكل واحد طبعا على حسب الدنيا بتبقى ماشيه ازاي ومشروع تخرج. وانا كنت عايز ان انا اعمل حاجه بسيطه، يعني عاده بيبقى في عرف شويه في عرف في مشروع التخرج، انا بحاول كمخرج اعمل اقصى حاجه اقدر اعملها. صحيح. لازم احرك، اعمل بان هنا، هنا الدنيا ثابته ليه، لا خش هنا اعمل حركه كاميرا. انا تمام ما استعنتش بحركه كاميرا الا مثلا شوت كده شيكي على الدواء، يعني قبل اخر حبايه المفروض تتاخد. فانا كنت حابب ان الاسلوب الاخراج في الفيلم ده بالذات يكون بسيط جدا، واكون معتمد اكتر على الاكتنج والحدوته نفسها. الكاستنج بتاعك كاستنج يحترم وفي نجوم، عندك لبنى ونس وعندك بطلك ودول الاساسيين، بالاضافه لمجموعه من الظهور يعني للدكتور اللي بيبيع له الدواء، للي بيدور له على الدواء. قول لي الكاستنج تم ازاي؟ الكاستنج تم ازاي؟ اولا استاذه لبنى ونس، انا من اول يوم كنت شايفها في الدور ده، وكان نفسي انها تقبل، فانا عرضت عليها الدور وقبلته الحمد لله يعني. في بقى كريم نبيل، هو ما شاء الله ممثل شاطر جدا، بس هو يعني محتاج فرصته يعني. انا اعرفه من زمان قوي، من ايام هو كان معايا حرفيا من اول تجربه تماما 2011، احنا اصحاب من زمان قوي. فانا كنت شايفه في الدور ده بطريقه كبيره يعني. بس يعتبر دي البدايه. في برضه فادي نبيل ده عرفته من تجربه فيلم دعوة فرح، وكان عامل ساعتها دور صغير، كان دور بواب. فشفت ليه شغل. بنتكلم في كام يوم تصوير تقريبا؟ يومين تم التصوير كله على يومين بالزبط. فريق اللي ورا الكاميرات، لان انت كنت عامل الحقيقه كادرات واضاءه ومهدي شويه الامور وما بين والدته وما بين البطل، يعني النور عليهم كان معبر برضه. حتى لما بتطلع هي في البلكونه وتشم الهواء وتشم النور، برضه هنا عندنا مجموعه من فريق العمل اللي ورا الكاميرا بالظبط. هل بقى كانوا زملاء؟ هل انت اللي كنت بتقوم بالتصوير؟ يعني قول لي مين ورا الكاميرات كان معاك؟ اللي كان في فريق التصوير كان مدير التصوير محمد حمزون. هو انا ما كانش فيها يعني تعامل معاه قبل كده نهائي. اول مره تتعاملوا كنتوا مع بعض؟ هو يعني قسم التصوير يعني قال لي عليه، وبدانا الشغل بس. دي ابسط حاجه يعني. اتكلمنا طبعا في الاول شويه وبس، الكلام بينا كان بسيط جدا يعني. اكتر ملاحظاتك التوجيهات الخاصه هبدا باداره الممثل مع استاذه لبنى. هي اكيد انت بعت لها السكريبت وهي بتجي لك يوم التصوير، او لو انتوا كان عندكم جلسات ترابيزه قبلها للاستفسارات، عشان احنا عارفين الفيلم القصير يعني محدد، احنا في يوم تصوير مثلا هي تبقى ملتزمه بيه، او يومين زي ما انت قلت في حالتكم بالظبط. قول لي اهم بقى التوجيهات ليك كمخرج في اداره الممثل، كانت ايه النقط اللي انت كنت حابب ان هم يفهموها منك اكتر؟ هو اللي انا كنت بعمله ان انا بتكلم معاهم، بقرا معاهم الاول، بسيب شويه يعني ايه براح كده للممثل او الممثله، ويعني بحاولش ان انا ادوس عليهم قوي. يعني خصوصا مع استاذه لبنى بالذات يعني. خصوصا ان هي الاساس، لان انا اللي يهمني التعبير بتاعها، لان احنا عندنا الحاله بتاعه البطل مفهومه. هو في دواء بيحاول يجيبه كده، والظروف ما يعني بتخبط فيه، لكن الام على الجنب التاني يعني هي اولا مش فاهمه المشكله، لان هو المشكله هو اللي عارفها بالظبط. ثانيا هي حتى في الاخر يعني عادي، مش مهم، مبسطه الامور، هي مش مهتمه، هي كل اللي يهمها ابنها يعني يشوف حياته، يتجوز، يعيش، عايزه من الاخر تطمن عليه قبل ما تتوفى. شويه والدتي كانت شبه كده، يمكن عشان انا متاثر بالموضوع ده، طبعا مش بنفس الشكل، بس يعني ده الجزء الذاتي اللي كان موجود من القصه الخاصه بيك اللي حبيت تحطه هنا. طيب اكتر مشهد كنت في توجيه البطل بتقول له ما تروحش في الاوفر اكتنج، ولا بالظبط تبقى اندر، يعني بيكلم في التليفون وخطيبته بتقرر ان هي مش هتكمل معاه لان هي كده استنت كتير، واحد بيكلمه ويقول له انا هديك حبه الدواء ب 10000 جنيه الحبه الواحده، اللي هو مش منطقي واستغلالي بشكل وانتهازي بشكل رهيب. قول لي بالنسبه للبطل كان اكتر برضو المشاهد اللي انت كنت شايف ان هي بالنسبه له ماستر سين لازم يبقى اداؤه فيها ليه شكل معين في تخيلك؟ طب هو ماستر سين هو حرفيا ما كانش بيتكلم فيه نهائي، اللي هو الاخير بالنسبه لي. فانا متى كنت متكلم معاه قبل كده، لان احنا بحكم ان احنا اصحاب يعني، فيعتبر احنا اتكلمنا في كل حاجه قبل التصوير.
انا مش هنكر ممكن وقت التصوير شويه في مركز هنا، لا الوقت لا بتاع، فممكن اكون قصرت شويه سنه بسيطه خالص في التوجيه يعني. بس كان فعلا ماستر سين المشهد الاخير اه. انا عايز هدوء خالص وفي نفس الوقت حسره، يعني الحاجه جت تو ليت، امم. واستخدمت الميك اب ليه في الحته دي بالذات يعني عشان ابرز ده اكتر يعني. اه. آه ده يعتبر كان اكتر ماستر سين. اكتر ماستر سين، وفي نفس الوقت هو بيحاول يعني يحافظ على هدوءه على قد ما يقدر في الفتره دي، مش عايز يبين لوالدته اي حاجه. مرحلة ما بعد التصوير، مونتاج أمل غائب واسمه لأن الأمل كان غائب، رغم إن يعني الأمل هو المفروض دايما بنستحضر الأمل عشان نكمل. بالظبط. فسميته أمل غائب، رايح، غير مفيش موجود، خالص. حتى الأمل مش موجود. بالظبط. قول لي اختيارك للاسم ومرحلة المونتاج تمت إزاي؟ طيب هو اختيار الاسم الاول كان الاسم تاني خالص. والله. مش مهم كان اسمه ايه. بس لا بعد ما الفيلم ما خلص، لا المعنى بتاع الاسم ده مش ده خالص اللي انا محتاجه. فقعدت شويه افكر كتير لحد ما وصلت للاسم ده. تفكر ولا بتستشير اخرين؟ يعني هل ناس وريتهم انا استشرت الفيلم ناس بس وقلت برضه ما لهم وصلناش اساتذه؟ لان الاسم حصل. ده دايما بيعمل زي كده، برضو مهم ان يبقى حاجه كاتشي، مهم يبقى بالظبط. حاجه معبره عن فيلمك. يعني انا كان حاسس استشارات كتيره، بس في الاخر انا اخترت الاسم، يعني جبته كده من لا شيء. جبته كده يعني حضر في ذهنك. انا حرفيا غائب. امل غائب بس وش كده، فقمت كاتب الفيلم وش يعني. المونتاج انت اللي قمت بيه ولا استعنت بحد؟ لا هو كان المفروض برضه في البروجكت المفروض كل قسم ليه شغله يعني. فكان من ضمن القسم في مونتيرة اسمها مريم عاطف، برضه انا اتعرفت عليها في البروجكت ده. حصلت جلسات، قعدنا نتكلم عن الفيلم، عن الايقاع بتاعنا عايزينه يبقى عامل ازاي، الحاله نوصلها ازاي. بس يمكن الايقاع والخناقه المستمره بين المونتير والمخرج هي انك نشيل شطات. هل كان في عندكم الازمه دي؟ هل ولا انت كنت مصور تقريبا عامل الديكوباج زي ما بتقولوا عليه كده، عارف انت هتحط ايه في اي وقت، فبالتالي المونتير بيبقى بس ليه يعني التظبيط النهائي، ما قعدتش انتاج العمل او ما قعدتش افكار كتير تغيرها وانت في مرحله المونتاج؟ لا في المونتاج احنا عشان انا في الديكوباج بالذات انا كنت حاسب كل حاجه قد ما اقدر، حتى في التصوير يعني كان في شويه تغييرات بسيطه بعملها، مثلا ممكن اشيل شويه من الحوار لان ده زايد شويه. فكنت بفكر بشكل مونتاجي اكتر في التصوير حتى، فده ريحنا جدا في التصوير. في حاجات طب ده يتشال ده يتحط، كان في مناقشات كتير بس ما وصلتش لخناق خالص. ما وصلتش للخناق الحمد لله يعني. المزيكا والريتم اللي شغال حوالينا كان منضبط بشكل كبير. شريط الصوت برضو التعامل معاه تم ازاي؟ طيب هو بالنسبه للمزيكا تعتبر دي يعني ايه، حاجه قعدنا ندور على حاجه تكون ملائمه للفكره اكتر، وبرضه تعبر عن الايقاع بتاعنا، ده كان مهم جدا، خصوصا المشهد او مجموعه المشاهد والبطل بيدور على الدواء ده وعايز يجيبه باي طريقه، وفي مشهد النهايه ده كان اهم حاجه. فكان اختيار المزيكا تم على اساس الايقاع بتاعنا ده. شريط الصوت كان كريم ضياء، المفروض هو مهندس الصوت ماشي بس هو يعني ظبط بقى الدنيا دي كلها، واتكلمنا طبعا كتير في الموضوع ده. بس إيه، انت ما حبيتش، ما شفتش جو حزين يعني، عارف اللي هو يقول لك حاجه حزينه قوي، لا انت خليتها حاجه يعني ناعمه بالظبط، اديتنا اداء ناعم، مش لازم يبقى كئيب وهي اكيد هتموت واديت رمزيه لفكره الكرسي الفاضي. يعني بعد لما بيوصل الدليفري ده اللي بنبدا معانا في اول مشهد، الدليفري اللي وصل لكن كان خلاص فات الميعاد، زي ما بنشوف في اخر مشهد ان خلاص بقى اصبح الكرسي فاضي وملوش لازمه خلاص او ملوش معنى وجود الدواء دلوقتي. دي كانت النهايه يعني، انت كنت عامل ده البدايه بالطريقه دي والنهايه بالطريقه دي، بادئ بالنهايه ونهايه بالنهايه يعني. احنا في المرحله دي في النص بقى ايه اللي قبل ده، احنا ايه اللي وصلنا لهنا بالظبط. قول لي الفيلم بقى واكتماله والمشاهدين، اول المشاهدين وردود الافعال كانت عامله ازاي؟ طيب هو انا شايف لسه طبعا ما اتعرضش قوي يعني بشكل ما في المهرجانات، لسه طازه يعتبر. هو اتعرض في معهد السينما في التحكيم، اتعرض مرتين يعتبر. اول مره كنا كمخرجين مثلا ومجموعه كده معاهم بنتفرج على الافلام، فكانت احسن حاجه ان هم لما شافوا الفيلم جم في المشهد يعتبر قبل الاخير كان في اندماج مع الموضوع جدا. واول ما شافوا الكرسي التسقيف دي جت كذا مره يعني في المرتين اللي اتعرض حصل نفس الرد الفعل ده، فكان شيء جميل.
لا دي حاجة هايلة وجميلة، ومن غير كده ما نحرق لكم كتير، الفيلم يستحق المشاهدة لأن كل تفصيلة فيه فيها مجهود كبير من المخرج اللي قام بتأليف القصة، اللي فيها جزء بسيط ذاتي من شخصيته وحياته، بالإضافة لأداء 2 من الممثلين، منهم طبعا لبنى ونس الممثلة المعروفة، وكمان الحقيقة ممثل شاب رائع قدر ان هو يجسد المشاعر بإتقانه. دايما بيكون المخرج هو صاحب يمكن الكلمة الأهم لإنجاح أداء الممثل، لأن هو زي ما بيقولوا عليه كده مايسترو الأداء. لكن بعد الفاصل هنتكلم عن فيلم تاني وهو دعوة فرح. في كتير برضو من الفكرة المختلفة، البلوف اللي بيحصل عشان المشاهد في الآخر يتفاجئ وهو بيتفرج في الأول على شيء ويكتشف ان في حاجة تانية في الآخر. بعد الفاصل مستمرين مع عمر عزيز مخرجنا النهاردة، لكن بفيلم تاني وهو دعوة فرح. انتظرونا. دعوة فرح هو فيلم روائي قصير مدته 12 دقيقة، فكرة وإخراج عمر عزيز، سيناريو وحوار ديانا الفيشاوي، بطولة هبة ناوي، عبد الرحمن موسى، كريم نبيل، فادي رؤوف، مدير التصوير يوسف ناصر. تتمحور أحداث الفيلم حول سيدة شابة تهرب من واقعها الذي تشهد فيه حالة من الاضطهاد من أخيها، لتعيش قصة حب وعلاقة مع رجل تظن أنه زوجها المفقود، نظراً لأنه يحترمها ويعاملها بلطف شديد. حالة نفسية تصل بصاحبتها حد الجنون. ورجعنا لكم وسينما اخرى مستمر. النهارده وعدناكم باتنين من الافلام، كان اولهم امل غائب والفيلم التاني هو دعوه فرح. الاتنين للمخرج عمر عزيز وهو ضيفي النهارده. عمر، سعداء بوجودك معانا ويستمر الحوار. انا اسعد طبعا. دعوه فرح حاجه تانية بقى. دعوه فرح من الاول كده اسم مبهج لطيف رغم انك هتاخدنا في عالم برضو انساني، عالم نفسي مختلف، قصه مختلفه. هنا بقى صحيح. كان في تعاون مع كاتب القصه. بالظبط. هنا بقى القصة دي جات لك في أي مرحلة من المراحل وبدأت تشتغل عليها إزاي؟ طيب هو ده تقريبا الفيلم ده شويه ليه ظروف خاصه يعني. الفكره جت تقريبا من 3 سنين. هي كانت فكره بسيطه، ففي زميله ليا في المعهد ديانا الفيشاوي، يعني هي سيناريست شاطره جدا، فاتكلمت معاها مره يعني انا عندي فكره بتتكلم عن الوحده وكده، بس يعني قعدنا نتكلم، كان في مناقشات كتير قوي ما بيننا، وهي كتبت السكريبت. يعني برضو عشان البطله بنت، فانا شويه، هو مش دايما ده صح، بس ارجح اكتر ان لو الفيلم مثلا في حاجه خاصه لبنت او حاجه، احب ان بنت هي اللي تكتبها اكتر. تفضل التفاصيل برضو يبقى عندها تفاصيل بالزبط. اكتر ممكن. بالظبط. فده حصل في دعوة فرح. ظروف برضو التصوير ممكن ما كانتش يعني احسن حاجه، احنا كان عندنا هدف، يعتبر اشتركنا في الانتاج، بس هي طبعا كانت ليها الجزء الاكبر. وتعاوننا يعني مع ممثله ما شاء الله شاطره جدا اللي هي هبه ناوي، وكان كريم نبيل برضو اللي معايا في امل غايب. فيعني وكان في اخوها اللي ظهر، اعتقد هو اخوها هو كريم نبيل. وفي الجار او البواب اللي دايما هو اللي بيكشف لنا الحدوته يعني اخدتهم من هنا حطيتهم بس لا، عشان مناسبين للادوار مش اكتر يعني. يبقى كده فهمنا ان الكاستنج تم ازاي من خلال ان انت عارفهم وزملاء ومناسبين للادوار. هنا بنتكلم برضو يوم تصوير ولا يومين زي فيلم امل غايب؟ لا، هو دعوة فرح كان المفروض متقسم على يومين، حصل خدنا يوم ثالث. حصلت مشكله ما، اضطريت اعيد بعض المشاهد في يوم رابع، عشان كده الفيلم ده ظروفه صعبه شويه. الفيلم ده بس اعتقد يستاهل تصويره داخلي كله. بالظبط. استعنت بقى بايه؟ شقتك ولا حاجه في المعهد ولا استعنتوا بمكان لوكيشن؟ هو ديانا هي اللي كانت اقترحت المكان، يعني عرفت تدبره يعني من ناس ما يعني. ورحت وعينت ولقيناه مناسب جدا واتفقنا. حتى باليتة الالوان حتى كانت شبه اللي احنا كنا شايفينها شويه. بس
حد يطبخ دلوقتي؟ تصحيت يا حبيبي؟ لا، لسه نايم. ايه الأداء العالي ده؟ هات شوكة. أحلى شكر. دوق دي. مم. عظمة. أقطع السلطة؟ لا مش هعمل سلطة. هات كاتشب من التلاجة. هنا الحوارات كانت طويله وعندك اكتر من شخصيه وعندك فيه برضو انفعالات كتيره، ويمكن بطلتنا هي الاهم. اداره الممثلين بقى اللي كانوا معاك هم زملاء واصحاب الفكره، بس اكيد كان برضو عندك كل واحد منهم عنده المشهد المفتاح بالنسبه له. كان هبدا بالبطله، كان ايه دايما بتوجهها ازاي وبتقولها ايه اهم مشهد ممكن لازم تركز عليه؟ كان اهم مشهد اللي هو يعتبر النهايه برضو. انا من الناس المغرمه بالنهايات جدا، ان هو لازم النهايه تكون ايبك شويه. وبرضو دي كانت نصيحه من مدرب تمثيل امريكي كنت اعرفه، الكلام ده من 2012 زمان قوي. هو دايما قال لي عمر ريمبر، انا كان بالعربي يعني الناس بتفتكر دايما البدايات والنهايات. ده حقيقي ان دايما النهايه اللي هي بتبقى كده فيها مفاجاه، فيها ايبك زي ما انت بتقول كده، تبقى حاجه يعني تعلم في اذهان المشاهدين، هي دي اللي انت دايما بتدور عليها. واعتقد انا ده شفتها فعلا في امل غائب وهنا في دعوه فرح، ان النهايه فيها حاجه يعني بتغير تفكيرك كلها بعد كل المشاهده. بالظبط. فانت ركزت مع البطله على النهايه. بالظبط، لان كمان الفيلم ده هو بيتكلم اكتر عن الوحده، يعني هو ليه بعد فلسفي برغم ان فيه حوارات كتيره، بس زي حضرتك بتقولي حد ما هوش اصلا تخين، بس هو ما عندوش ثقه في نفسه. هو لا، انا عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، بس فعليا الشخصيه ما فيهاش اي حاجه خالص من اللي هي فيه. لكن الرهاب الاجتماعي، الوحده، ضغط الاهل برضه في اوقات، حاجات كتيره بتولد شخصيه غير شخصيتنا الحقيقيه. يعني ممكن يعني انا طبعا الفيلم شويه محدش ممكن يفهم ايه اللي حاصل في الفيلم. انا اقصد ده انت عامل زي ما يكون واخد لقطه من الحياه، لان انت ما اديتناش كتير تفاصيل بالزبط. لماذا اصبحت هكذا ولا ماذا سيحدث بعد. يعني انت ما اديتناش ولا مقدمه منطقيه ولا استنتاج لنتيجه بعد كده في الاخر. بس ده جمال السينما، يعني خدتنا في مشهد في واحده حالتها كده بالظبط. وكمان زي ما قلت لحضرتك ان هي الكاركتر بتاعها شويه هو موجود. يعني احنا كشعب اصلا بطبيعتنا بنحب نتكلم ونعمل حاجات كتير، بس ممكن في تفاصيل ساعات بتبقى صعبه، يعني في وخصوصا في البنات. شويه ممكن بنت يبقى حد مثلا بيحبها قوي مثلا تخاف، ممكن حد فرصه عمل مثلا تجي لها كويسه جدا تخاف، بتخاف تواجه المجتمع، تخاف تعمل كل حاجه. فدعوة فرح كان قايم على الحته دي، على النوع ده من الناس. هو موجود طبعا رجاله وستات، بس طبعا بتبان اكتر في المجتمعات بتاعتنا في الستات. فكنت حابب ان انا اعمل حاجه تعبر شويه عنها. هبعت لإمام اشتري حالا. طلع بقى الاسبوع. انا اسف. لا خلي بالك انت يا حبيبتي لا تتعوري. لا هلم معاك، على الاقل مش هنغسل المواعين بعد الاكل. شوفي كأنهم في شهر عسل، ما بطلوش حب لسه، مع اني اعرف ان اللي بقالهم مدة متجوزين وصدفوا قعد. عارف من بكره هعمل دايت جامد. طيب مين قال لك محتاجه دايت؟ حاسه ان انا اتخنت الفتره دي قوي. بالعكس، ده هو ده بجد يا احمد؟ هو انت بتشوفني حلوه؟ احلى حاجه. طيب انت عارفه قبل كده سالوا مصمم ازياء ليه دايما الموديل اللي بتعرض عليها ازيائك بتكون رفيعه؟ عارفه قال لهم ايه؟ قال لهم عشان لو الموديل مش رفيعه الناس هتسيب التصميم وتركز معاها هي. عارفه ده معناه ايه؟ انك كده احلى حاجه.
كاتشب جه. الطلبات استعان. شكرا يا امين. هو ده نوع الكاتشب اللي انت بتحبه؟ شكرا يا امين. الكرو اللي ورا الكاميرات، هل برضو كان مجموعة من المتواجدين معاك في المعهد باختلاف بقى أقسامهم، ولا استعنت بناس بتشتغل في السوق بالفعل؟ لا، هو الفيلم ده بالذات أنا كنت حابب ان انا ادي فرصه للناس اللي لسه بتجرب، يعني لسه اغلبهم كانوا لسه داخلين المعهد وقتها، طبعا هم دلوقتي كبروا يعني. بس كنت حابب ان انا ادي فرصه ليهم، حتى لو مثلا في ممكن بعض الحاجات التقنيه ممكن ما تكونش احسن حاجه، بس كان عندي ايمان ان انا لو اديت فرصه لحد لسه بيبدا او كده هيبقى متشجع وهيحاول يطلع احسن ما عنده. وبس، وده اللي حصل ده فرح. ممكن الامكانيات ما كانتش يعني اكبر حاجه في الكون يعني، بس انا راضي الحمد لله بالنتيجه اللي طلعت. يعني مدير التصوير، الصوت اللي معاك، المجموعه اللي موجوده ورا الكاميرات كلها، هل استعنت بستايلست ولا لان عندك صاحبه الفكره موجوده، عندك البطله متفهمه مش محتاج فكره الستايلست دي؟ علشان احنا هنا اتكلمنا على اللبس، يعني انت في كذا حوار بينها وبين حبيبها او اللي بيحبها، بيتكلموا عن اللبس وطريقه اللبس بالظبط. فكان في ستايلست ولا انت قلت لها تلبس ايه؟ مهندسة الديكور هي اللي كانت قايمه بده، وهي كمان الستايلست بتاعت امل غايب. فهي ما شاء الله شاطره جدا، اسمها ساره رضا. هي قامت بالديكور، قامت باختيار الالوان، قامت بتنسيق الالوان وتنسيق الديكور، قامت كمان باختيار الملابس الخاصه بالممثلين، وكمان كانت بتوصل لحاجات ان هي تقدر ممكن تعمل حاجه في تخصص مش تخصصها بس قريب شويه، بحيث ان العمل يطلع كويس. يعني اعتقد حتى تفصيله شعر، طريقه شعر بتاعه دعوه فرح هي نفسها يعني تبين لك الشخصيه، بتظهر جزء من الشخصيه اللي انت عايز توريها لنا، اللي احنا بطلتنا فيها ايه من التفاصيل. بالظبط. فدي كانت مهمه ساره، هي عملت مجهود خرافي في الفيلم ده، وكمان ميزه التيم ده ان هو كان متعاون جدا. فحتى لما مثلا حصلت مشكله في بعض الحاجات كده واضطرينا ناخد يوم رابع، ما كانش الموضوع صعب، هو ممكن كان في خضه، لكن لا تمام يلا ونيجي وايه المشكله ونعمل ده. ايه المشكله دايما بتبقى في يعني الافلام القصيره؟ بعض الاحيان بيبقى عندهم مشكله في الصوت، فمشاهد ما اتاخدتش، في الاضاءه تبقى فيها حاجه، مشاهد اتصورت تدخل معاها اي حاجه خارجيه. انت كانت ايه الحاجات العقبات اللي خلتك تضطر تروح اليوم رابع في الفيلم ده في دعوه فرح؟ هو بس كان في مشكله في التصوير، يعني لحد دلوقتي انا مش عارف المشكله فين، بس في بعض المشاهد او الشطات فقدت يعني، فعشان كده كان لازم تعيدوها من اول وجديد كلها. بالظبط، مش كلها طبعا، بس يعني في اجزاء منها اتعادت وكان لازم نعمل ده طبعا. بس هي الفكره ممكن عشان لسه يعني مشكله الافلام القصيره في العموم ان هي حتى لو فيها حتى بادجت ستيل محتاجه لسه تمويل كويس طبعا، محتاجه ناس اكتر تشتغل، يعني مثلا ممكن الفرد بيعمل كذا حاجه لكن لو في تمويل وفي كرو كبير، لا يعني الحاجه الواحده في حد بيبقى مسؤول عنها، مسؤول عن المراجعه، هيركز فيها تماما. ايه رايك في ده؟ ده فستان خطوبتنا. ما انا فاكر طبعا، هو ده يوم يتنسي؟ تفتكر هيجي على قدي؟ طبعا، انت لسه زي ما انت، مفيش حاجه فيكي اتغيرت، جربيه بنفسك عشان تصدقيني. يلا جربيه. لا، اطلع انت وانا هجرب. ليه ده وقت تطلع؟ ده هو ده. لا اطلع بس وانا هجرب. اشوف طيب اي حاجه كده في الفستان يمكن. لسه زي ما انت قمر. سمو الأميرة، اسمحي لي بالرقصة دي.
هنا بقى في مرحله المونتاج انت عندك حوارات كتيره مع الناس، عندك مهم. تفاصيل، عندك في حاجات بدون حوار اللي بنشوف فيها كده بتبين لنا الاحداث، اللي هو البواب ده او جرمه اللي بيبص عليها كتير عشان نحس ان هي ده الحوار، نبدا نكتشف بقى اللي بيحصل بجد ولا مش بجد، نبدا نتعرف على الشخصيه اكتر. قولي في المونتاج قدرت ان انت تعمله سريعا، كنت برضو عارف انت هتعمل ايه، ولا برضو بعض المشاهد تزودها تأثرها، كان في هات وخد في المونتاج فخد وقت طويل؟ هو ما خدش وقت طويل في الشغل، بس احنا ممكن اول لحد بس ما الدنيا اتظبطت وقدرنا نعمل المونتاج اخدنا وقت شويه. ممكن دي كانت الفتره، لكن في المونتاج نفسه كان قعدت مع المونتير عبد المجيد سعفان، قعدنا نتكلم كتير عن الشطات بتاعتنا وعايزين نعمل ايه، وكان في بينا خناقات شويه. ده هنا يعني بدأت اعمل ده هتركب، يعني اسمع الكلام هتظبط. بعد كده قال لي تصدق فعلا. فكان في شويه خناقات، وفي حاجات هو كان بيقترحها طب ليه لا، يلا نجرب. فكانت تجربه ممتعه جدا بامانه في المونتاج، والحمد لله عدت هنا على شريط خير. الصوت ايه مع كل الحوارات الطويله دي؟ عندك ديالوجات، عندك حوارات، عندك موبايل يبقى شغال ومش شغال. هنا كان شريط الصوت اختيار تم ازاي؟ جودة الصوت، هل تدخلت، هل عملت زودت عليه؟ انا ما كنتش حاسه الموسيقى قوي كموسيقى تصويريه، فانا مش عارفه ده بقى حاجه في الخلفيه قوي، ولا انت كنت قاصد ان الناس تبقى مركزه مع الاصوات وكلام الناس اكتر؟ هي الفكره بس ان هو العالم اللي هي المفروض عايشه فيه ده شويه مش ريل 100%. فاحنا محتاجين اصلا في حاجات مش فاهمينها، يعني فجاه حاجه حصلت، هي حصلت ليه، في ايه؟ فدايما كنت حابب ان كل حاجه تكون في الفيلم تحصل بشكل واقعي والعكس. تحصل بشكل واقعي والعكس، المفروض ان يحصل حاجه بس ما بتحصلش، المفروض ان ما يحصلش حاجه بتحصل. فانا كنت فعلا انت منطقيه الاحداث ما كنتش ممشيها زي سلاسه منطقيه الاحداث، فبالتالي ده اللي بيخلينا ساعات نتساءل ونبدا من الاول كم مشهد لا ده عادي، بعد كده نبدا نتساءل على الشخصيه، وبعد كده تبدا بقى توضح لنا بتفاصيل، كل شويه تفصيله في الثانيه توضح لنا بقى ايه المشكله الحقيقيه. اختيار الاسم دعوه فرح، يعني رغم ان هنا ما شفتش سعاده وفرح بالظبط قليلا يعني، وفي الاول بنشوف كابل، فاوريدي فين الفرح يا جماعه؟ يعني بالفعل موجودين بالظبط، لكن نفهم في الاخر انت ليه سميته دعوه فرح. بالظبط. هنا الاسم ده كان سابق ولا لاحق؟ كان موجود مع الورقه؟ هو سابق، وكان من اختيار السيناريست ديانا، وهو مناسب جدا ان هي البنت نفسها تعيش زي اي بنت في الكون يعني. وحتى في الفيلم هنلاقي حياتها بسيطه جدا، يعني حتى حياه القابل تحسها كلاسيكي قوي، شبه الافلام القديمه، حتى الافلام اللي بتتفرج عليها قديمه. فهي بسيطه جدا لابعد الحدود، وازاي ان حتى الحاجه البسيطه اللي هي نفسها فيها هي مش عارفه تعيشها، يعني بسبب بقى حاجات كتير جدا، سواء بقى نفسيه، سواء مجتمعيه، سواء البيئه المحيطه. والمفروض هي في طبقه ارستقراطيه شويه، فبرغم ده ممنوعه من حاجات كتير جدا ممكن تكون حاجات بسيطه. طبعا يعني مش كل حاجه متقاله بالتفصيل في الفيلم، بس يعني اشرت ليها بشكل ما. يعني كنت عامل تصميم لدعوه فرح، يعني حتى الكتابه للكلمه ما كانتش عاديه، كنت حبيت تعمل التصميم علشان هو بقى شبه دعوات الفرح اللي الناس بتطبعها شويه. بالظبط، ده كان مقصود، كنت يعني شايفه من البدايه فكره ان حتى اسم العمل يبقى واخد الطابع حاجه ده. شبه كده، يعني حاجه تكون مديه نفس الانطباع، حتى البوستر نفسه تحس ان هو بوستر، مش بوستر يا ربي، دعوه فرح برضه فعليا. هبقى ابعت لكم البوستر في وقت. عايزين نشوفوا البوستر، لان بقى تقليد جميل لكل الافلام القصيره وتحديدا طبعا المشاريع بالذات، بقى بيكون موضوع البوستر ده بيبقى تقليد لطيف الحقيقه، بنشوف فيه كتير من الابداع. طب عمر، هقول لك بقى الفيلم ده ردود الفعل واماكن العرض، يعني هل نزلته على السوشيال ميديا ولا ما زلت لسه برضه؟ هو بس الفيلم انا بدات في مرحله ان انا ابعته مهرجانات، بس لسه الموضوع تيكس تايم شويه، لان عقبال ما تبعتي مهرجان وتتفاوضي معاه تتكلمي معاه الموضوع بياخد شهور طبعا، فلسه الفيلم ما اتعرضش برضه. وبرضه كنت حابب ان انا اخلص برضه امل غايب عشان اقدر افوق للفيلمين ان انا في توزيعهم، خصوصا ان الافلام القصيره بتاعتنا بيبقى عندها مشكله كبيره في حته التوزيع بجانب التمويل طبعا. فالموضوع طبعا بيبقى مرهق، بنقعد نبعت المهرجانات نتكلم معاهم نتفاوض معاهم، خصوصا في مهرجانات كتيره بتبقى عايزه فيز معينه. والحمد لله يعني دلوقتي الدنيا مش احسن حاجه في الموضوع ده،
فبيبقى في مفاوضات طبعا بنتكلم. المهرجانات العالميه هتطلب منك بالعمله الصعبه العمله هي الاجنبيه، صعبه الموضوع- جدا دلوقتي، مش صعبه بس والموضوع الحمد لله بيبقى يعني. مرهق لاي مخرج بالظبط. بالفعل، يعني هو اخرج اعماله. فما زالت المشكله بالنسبه لكم هي اماكن العرض، ما تحبش جداً. انك تحطه على اليوتيوب متاح، لكن مم. ده الحقيقه مش هيجيب لك اي يعني حقوق بتاعتك هتبقى فين يعني عشان تنتج افلام قادمه. بالظبط، دي حاجه. الحاجه التانية انا نفسي يبقى في دور عرض للافلام القصيره، في ناس اوريدي بتحب ده. يعني في مثلا بيبقى في بعض العروض بتبقى في الهناجر، بتبقى في سينما زاويه، بس برضو اماكن محدوده جدا. يعني في دوله زي وليكن زي الصين مثلا، الافلام المستقله ليها دور عرض كتيره جدا. في امريكا نفس الموضوع، حتى مهرجانات. يعني حتى فيلم مثلا بروفا اللي كنت عملته ده دخل مهرجانات كتيره جدا مستقله. يعني دخل مهرجان في امريكا اسمه او سي فيلم فيستا تقريبا، في برضه في الهند جلوبال تاج فيلم فيستيفال. دي مهرجانات مستقله بس ليها صدى وليها ناس مهتمه بيها ومش لازم كل حاجه تكون اوسكار يعني. طبعا. مش لازم كل حاجه تكون عندي مثلا سينما بتاعت فوكس مثلا. لا، تبقى دور عرض بسيطه وكل حاجه، بس يكون في فرص للفنانين دول ان هم يظهروا. انت بتعملي ايه؟ فكرة المنصات، ان المنصات اللي حاليا بتعرض الافلام القصيرة المستقلة مش كتيرة ومش بتقدم مقابل في بعض الاحيان. صحيح. فبالتالي هي بس بتعرض الحاجة، فبالتالي المخرج ما بيقدرش ان هو ينتج الفيلم اللي بعده واللي بعده. في منصات كبرى بس بتحتاج شركات توزيع كبرى برضو. بالظبط، نفس الموضوع. فبرضو يعني بنشوف نفس المشاكل بتبقى متغيرة رغم التكنولوجي برضو بتتطور، بس ما زلتوا مع ان حد يبقى في عائد عشان تعيدوا انتاج للافلام. بالظبط، هو ده مهم جدا. لان انا لو عملت فيلم اتفرجت عليه انا وثلاثه اخرين يعني، فخلاص انا كفنان انا بهبط وبيجي لي احباط بعد كده، مش بقدر اكمل. برضو الجانب المادي، لان كلنا بيبقى لينا كمخرجين تطلعات. الفيلم ده انا عملت حاجه، لا انا الفيلم اللي بعده عايز اعمل حاجه احسن، طبعا حاجه اكبر طب وهكذا. بما انك كمان خدت المشوار الحقيقه بتفاصيله كلها، يعني ورش واخدت دخول المعهد وبالفعل التحقت بيه، تفاصيل الانتاجيه ودخلت فيها، انتجت لنفسك افلام، انتجت مع الغير افلام. دلوقتي الطويل يبقى معهد السينما عاده الحلم لاي طالب فيه دخل علشان يطلع يشتغل في عالم صناعه السينما. بالظبط. هل عندك افكار بقى لافلام طويله تبدا تشتغل عليها، ولا يمكن منطقه الافلام القصيره ممكن دلوقتي تكون هي يعني مقر امن كده تقدر تمارس فيه الاخراج والافكار وتبدا تخش، لان انت اوريدي عندك امل غائب سينما مؤلف، انت اللي عامل الفكره الاساسيه. قول لي الطويل، هل عندك حاجه في الدرج لفكره فيلم طويل؟ هو فيه، بس فكره مجنونه شويه يعني. انا مش هقدر اقول كل التفاصيل بتاعتها، بس هي ستيل لسه فكره يعني، لسه بكتبها. بس عندك بس الفكره تاريخي يعني. حربي، فانا مش فاهم مين المنتج اللي هيقبل بمخرج شاب لسه. وكمان لا، ده في كمان نص الممثلين اللي فيه هيبقوا انجليز والمان كمان انت بتصعب الامور يا عمر. اللي هو انا لو عايز اقول مستحيل الفيلم ده يتعمل هعمل ده. بس انا فكرت بيني وبينك اعمل ده، لان بخصوص الكتابه هتاخد في الفيلم الطويل بتاخد وقت، ممكن تاخد سنه، ممكن تاخد اكتر، ممكن تاخد اقل. فمجهود وكل حاجه. وخصوصا كمان انا حاليا شغال كمان بجانب الاخراج، انا شغال دراما تيتشر زي ما قلت لحضرتك، وبدرس الكيدز عن الدراما والكتابه، وبحاول على قد ما اقدر اعلمهم. بس ما دخلتش انت جزء التمثيل؟ يعني انا ما شفتكش في افلامك الفيلمين دول، ما شفتش فيهم عمر. لا، امل غايب انا كنت طالع بس متنكر كده والله طالع كده، قلت جمله كده اللي هو دور الدكتور يعني، حاجه كده جت صدفه يعني، ما كنتش ناوي. لكن انت كده في الدراما بس حتى الان بتدرسها للاطفال، مش هتخش يعني بالمشروع؟ لو حصل وفي دور لقيت نفسي فيه ان شاء الله اكيد هعمل ده. لا ده اكيد. عمر عزيز مخرجنا النهارده الحقيقه عنده فيلم قادم من سينما المؤلف امل غائب، ودعوة فرح، فيلم جميل اتفرجنا عليه بتفاصيله، إدارة للممثل بامتياز، قدر ان هو يقدم تفاصيل كتيرة. وزي ما انتم عارفين دايما الميزانيات بتبقى محدودة بشكل كبير جدا، لكن هم بيعملوا الصعب والمستحيل انهم يخرجوا بافلامهم للنور. دول 2 من افلام ضيفي النهارده المخرج عمر عزيز، واللي بتمنى ان دايما يكون في ناس في التوزيع والانتاج والعرض يتبنوا كل افكار الشباب، لان الحقيقه هتبقى مربحه بالنسبه لهم وبالنسبه للشباب اللي عايزين، هم مش عايزين فلوس يكسبوها، عايزين فلوس يعملوا بيها افلام تانية. عمر بتمنى لك كل توفيق، ونورتني النهارده ومزيد من الافلام ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جدا لحضرتك.
دي كانت حلقتنا النهارده من سينما اخرى، بتمنى انها تنول اعجاب حضراتكم. كنت معاكم رباب الشريف.